نام تايهي، كرة ارتطمت في القائم في دقيقة 35. اتعملت حلوة قوي من لاعب موديبو الكونجولي. ادي الكرة من نام تايهي، يا ولد يا ولد، جول جول اول عن طريق اللاعب نام تايهي. حاططها روعة روعة روعة، تخدع الحارس عبد الله العنزي، يحاول عليه حسين عبد الغني، لكن الكرة اخيرا تعرف طريق الشباك ويسجل نادي لاخويا عن طريق اللاعب نام تايهي امامنا. كرة حلوة بتاعت نام بقى، لفيفها حلوة حلوة حلوة. الكرة طبعا يتحملها بشكل كبير عبد الله العنزي حارس المرمى. عبد الله العنزي امامنا، شوف ادي الكرة، بص حركوا، بص الكرة رايحة فين، وكملها بقى، كملها حسين عبد الغني. ادي حسين عبد الغني محاولة، ولكن كرة في الشباك. هدف اول ياتي في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني. كرة ثابتة من ناحية الشمال، عاملها بيمينه يا ولد، عاملها حلوة قوي الكوري. نام تايهي امامنا، حاططها في منتهى الروعة. تشيكو فلوريس على طول، لاعب الاسباني اللي قطع في اللقطة الماضية، لاعب السابق في العديد من الأندية في قادش والميريا. وادي امامنا المساحات، وادي انطلاقه ومحاوله، واسماعيل يلعبها على طول في اتجاه اللاعب ديوكو. جول ديوكو، جول تاني. ديوكو بالتخصص سجل في مباراة الذهاب، ويسجل النهارده الهدف الاول ليه والثاني في اللقاء. ياتي نادي لاخويا القطري هجمه سريعه وانطلاقه ومحاوله، وشوف الكره اتقطعت ازاي، اتقطعت الكره وفرق السرعه. وادي الهجمه اتعملت على طول، اتقطعت من محمد حسين، وتغطيه طبعا هنا حائر عمر هوساوي في اللقطه، وديوكو يضعها باقتدار لتكون الهدف الثاني. ياتي في الدقيقه 70. تمريره روعه، استلام، وعلى طول الكره بقى. اخطاء قاتله النهارده من دفاع الفريق النصراوي، اخطاء قاتله من دفاع الفريق النصراوي. حسن الراهب، محمد مونتاري، اللاعبين الشبان الصغار اللي بيدخل كبديل. لويس مارتن مميز قوي في الكرات الثابته دي. لويس مارتن واحمد عباسوط. لويس مارتن يسدد وفي المرمى، ولكن عبد الله العنزي. لويس مارتن، ولكن بقى بعد الهدف اللي سجله نادي لاخويا الامور اتصعبت، وممكن هدف ثالث، ممكن هدف ثالث. خلاص الثالث جاي اهو. بالفعل شيكو فلوريس ضيع كرة سهلة جدا، لكن يسجل بقى في حالة انهيار من جانب الفريق النصراوي، اللي الحقيقة اخطاء كتيرة النهارده جدا وقع فيها لاعبي نادي النصر. معنويات قلت قوي بعد الهدف الثاني. وجماهير لاخويا، شوف كرة بتاعت لويس مارتن. الروح في كرة القدم مهمة قوي. انا ممكن اتغلب، لكن ما اتغلبش كده. يعني نادي النصر ممكن يخسر، مش كرة القدم يعني بقى يعني فوز وخسارة. شوف الكرة ملعوبة ايه من اللاعب محمد عبد الله، وتشيكو فلوريس امامنا اهو يسجل الهدف. كان سجل في مرمى السد في اطار دوري النجوم قطر، ويسجل هنا الهدف الثالث بقى بعد هذا الاداء المترهل من جانب الفريق النصراوي. لابد من ووقفه سريعه، لكن الصوره ايه؟ الصوره باهته، واللاعبين يتحملوا جانب الحقيقه في ظل هذا الاداء، لان الروح مهمه قوي في كره القدم. ممكن اخسر، لكن ما اخسرش كده بثلاثه حتى الان، لا شيء في مباراه كانت من الممكن ان تشهد يعني رقم قياسي. ادي المساكني، وادي مونتاري يا مفتري في اللقطه الماضيه. الهدف الرابع عن طريق مونتاري البديل. اذا كان ديوكو يسجل فان بديله مونتاري يسجل، لان كل الطرق تؤدي الى مرمى النصر. الفريق امامنا اهو. قلبي عندك يا اللي بتشجع النصر، قلبي عندكم يا جماهير النصر. ادي امامنا المساحات، شوارع. وادي المساكن المونتاري وعبد الله العنزي في لقطه لا يتمناها ولا يريدها لا اي مشجع نصراوي ولا حتى اي مشجع لنادي اخر في المملكه العربيه السعوديه. ما يقدم من نصر في هذه المباراه لا شك لابد ان يكون في طي النسيان، ولا بد ان